ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهارده الفيديو بقى، بصوا، روتين جامد جامد جامد. يعني بصوا، روتين فاخر من الاخر بصراحة. النهارده هنقضي اليوم كله مع بعض. هنزل اجيب حاجات، وهنغسل المواعين، وهنعمل الفطار، وهننزل نروح النادي، وهنعمل حاجات كتيرة قوي. هاخدكم معايا النادي، وهصور لكم جزء من التمرين، جزء صغير يعني. ماشي. المهم النهارده اليوم هيبقى طويل جدا. هاتي بقى كده مج النسكافيه، ولا مج الشاي، ولا مج، ولا فنجان القهوة. ده لو بتتفرجي عليا بالليل. لو بتتفرجي عليا الصبح، حطي الموبايل كده جنبك وانتي بتغسلي المواعين. سوري يا جماعة. مهم حطي التليفون جنبك كده وانتي بتغسلي المواعين، ولا وانتي بتطبقي الغسيل، ولا شوفي بقى انتي قاعدة بتعملي ايه، ولا بتطبخي، ولا بتعملي. وتعالي بقى ايه، نتشجع كده ونسلي بعضينا، وايه، ونشوف ورانا ايه النهارده. اول حاجه طبعا بنبتديها بنحط دورات غسيل عشان خاطر الغساله تبقى شغاله، واحنا شغالين في المطبخ او في اي حاجه زي ما احنا. المهم انا كده صحيت، حطيت دورة غسيل. بعد كده رحت واخده حمزه، كان عنده درس، خدته ونزلت وديته على الدرس. وبعد كده وانا راجعه قلت هعدي على كازيون. بصوا بقى، انا قلت هعمل ايه عشان خاطر العيد داخل علينا، وهنعوز بقى نعمل كحك وبسكوت والحاجات بقى الحلوة الجميلة دي. والاسعار عمالة تعلى 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 بتاعت كل حاجة، دقيق وسمنة وزبدة وسكر وكله. فقلت هحاول ان انا حاجة في حاجة اجيبها. يعني انا مثلا بحاول ان انا اشيل سكر. احنا في السكر بنستعمل قليل يعني. فبحاول ان انا احافظ شوية على السكر، لان السكر اصلا مش موجود كتير يعني. بندوق عقبال ما نلاقي سكر اصلا، وغالي جدا. برضو كان في عرض منزلينه على الزبدة، كنت صورته معاكم المرة اللي فاتت. بصوا انا هنا بعمل لكم جولة كده وبوريكم الاسعار. هنا كنت لسه طالعة. تمام. معلش بقى عشان انا تليفوني كان عمال يرن كل شوية، يرن وانسى انا وصلت معاكم لفين، ومش عارفة يعني، احنا مش عارفة احنا كنا فين. المهم كنت بوريكم شكلي. بصوا انا تعبانة ازاي، شفايفي بايظة خالص. تحسوا ان هي لونها ابيض خالص كده. وحوالين عينيا كده دبلان، وباين على وشي التعب. بصوا يعني، بصوا شوفوا وشي باين عليه التعب جدا. الفترة دي تعبانة جدا جدا جدا. مش عارفة في ايه. ومش عارفة اروح اكشف خالص يا جماعة والله يعني. بس ان شاء الله بإذن الله بكرة الصبح راح اكشف بإذن الله. يعني مش عارفة مواعيد الدكاترة في رمضان، يعني لو انتي اوعي تعي قبل الفطار، اوعي اوعي لازم تعي بعد الفطار. ويا تلحقي تحجزي يا ما تلحقيش. الدكاترة ضرب نار في رمضان، مش عارفة في ايه. بيوزعوا حلويات ولا ايه؟ بصوا منظر المطبخ والمواعين والرخامة والدنيا، يعني الدنيا يعني ما اقولكوش. بصوا انا حاطه فلتر عشان خاطر وشي كان دبلان جدا يا جماعة. انا كان وشي عامل زي مصاصين الدماء. شفايفي بيضة جدا، وشي ابيض جدا. تحس ان هو مفهوش يعني مفيش دم في وشي خالص. وشي بهتان بهتان جامد. ف مش عارفة بقى. عندي فقر دم ولا ايه؟ مش عارفة عندي ايه بصراحة يعني. بس غلبت، زهقت من موضوع الدكاترة ده والله العظيم يعني، زهقت خالص. بصوا دي كانت علبة الحلويات اللي يا دوب القتيلة اللي جت امبارح بالليل، ما كملتش ثواني كانت خلصانة. عايزة اقول لكم كنت مهبطة والله امبارح، كنت دايخة جدا وانا مروحة. قعدت اقول لجوزي لا انا مش قادرة، انا دايخة انا دايخة. وشايفة بقى الحلويات وشم ريحتها كده بقى، وهي ايه، كانت طازة كانت طازة بجد. انا كنت ماسكة علبة الحلويات وانا قاعدة في الميكروباص، حطها على رجلي، كانت دافية. كانت دافية كده يعني، الحلويات كلها كانت طازة. المهم قلت له لا انا دايخة بجد، انا مش قادرة، انا عايزة حاجة مسكرة، انا عايزة حلويات. اللي هو بقى بيبص لي كده اللي هو في ايه. قلت له بجد دايخة والله، عايزة حاجة مسكرة جدا. طب اللي هو عايزة حاجة مسكرة اجيب لك حاجة يعني من السوبر ماركت؟ لا انا عايزة حلويات، انا عايزة حلويات، انا نفسي رايحة للحلويات، عايزة اكل كده حلويات. فقلت له بقى ايه، عايزة بقى اللي هي المدلعة بقى، والكنافة بالكريمة والبسبوسة بالشوكولاتة بقى والحاجات دي. ماشي.
جبنا العلبة، عايزة اقول لكم وانا قاعدة في الميكروباص فتحت العلبة اكلت منها قبل ما اروح البيت، والله العظيم. بس بجد فعلا كنت دايخة جدا، والله كنت دايخة دايخة. ساعات كده بادوخ، بابقى باحس إن أنا لازم آكل سكريات، وساعات بابقى مهبّطة خالص وضغطي واطي وبتاع، مش قادرة أحط في بُقّي حاجة مسكّرة، وعايزة آكل حاجة حادقة، حادقة، حادقة جدًا. فهو بقى الوقت ده كانت طلبت معايا كده، يعني كنا إحنا امبارح كنا اليوم كلّه كنا برّه، اليوم كلّه كنا برّه من الصبح لحد بالليل، يعني حتى فطرنا برّه. ما عرفتش اصور لكم لان الدنيا كانت زحمه جدا، الدنيا كانت زحمه جدا جدا جدا. مش عارفه بصراحه في ايه، الدنيا زحمه موت. فما عرفتش بصراحه اصور امبارح، معوضاكم في فيديو النهارده مليان، بصوا مليان شغل جامد. المهم دخلت غسلت المواعين اهو. انا كنت بقول لكم ايه كمان على حاجه العيد. كنت باقول لكم إن أنا قُلت هاجيب حاجة في حاجة في حاجة في حاجة كده، يعني إيه، أحاول ألقّط كده كام حاجة عشان خاطر لمّا آجي أعمل حاجة الكحك والبسكوت والحاجات دي، ما أحسّش إن أنا مكلّفة جامد، وإن أنا يعني ضغطت جوزي بقى ودفع مبلغ وكده. فقُلت له بُص إيه، الزبدة كان عليها عرض صوّرتها لكم الشهر اللي فات، كان أو أول الشهر ده، أيوه أول الشهر ده متهيأ لي مع المشتريات اللي أنا جبتها. متهيأ لي يا جماعة والله أول الشهر ده، يعني هي في خلال الشهر ده كانت عاملة 125 130 حاجة زي كده، كانت بالعلبة بتاعتها 100 حاجة و20، كانت بالعلبة بتاعتها. أنا كنت جايباها من بره ب145، فلقيتها في كازيون عليها عرض ب100 حاجة و20، فقلت والله حلوة. فما شافها قال لي طب ما هي كده أوفر كتير من اللي انتي جبتيها، يعني موفرة بتاع 50 جنيه. فقلت له ايه يعني القالبين، أنا كنت عايزة أجيب قالبين. قال لي خلاص هاتيهم وشيليهم. فالمهم رحت اجيب، لقيت القالبين، لقيت القالب الواحد عامل 108. بصوا نزلوا سعره قد ايه بس من غير العلبة. فقلت مش مشكلة العلبة، ده انا مفيش اكتر من علب البلاستيك اللي عندي، يعني انا مفيش اكتر من العلب بلاستيك عندي. فقلت لا خلاص حلو قوي ب108، يعني السعر ده انا يعني بقالي زمن ما جبتوش بيها. فالمهم جبت اتنين وراح احاسب على الكاشير بقى، فراح قال لي لا ما ينفعش، هو لازم لكل شخص ليه قالب واحد بس، عشان هما منزلين في السعر بس لكل شخص قالب واحد. فقلت له طب انا محتاجة الاتنين، فقال لي مش هينفع والله، حد تاني بقى اللي يضربه. فكان في بنوتة كده قلت لها معلش لو سمحت اضربيهولي، اضربي لي قالب الزبدة ده، يعني ان انتي اللي شارياه. فقالت لي تمام ماشي، فهي ضربتهولي بقى وايه، وخدته. هو الراجل قال لي يعني خليها تضربهولك وخديه يعني وحاسبيه عليه. قلت له خلاص ماشي. فاخدت بقى القالبين وجيت بقى شلتهم، هشيلهم في الفريزر، احطهم في الفريزر. وإن شاء الله بإذن الله كده هاحاول لحد العيد أكون محافظة على السكر، عشان يعني ما اهدرش فيه. ويبقى ناقص بقى ايه، الدقيق، الملبن، البيكنج باودر، الخميرة، الحاجات بقى ديت، الشوكولاتة الفارماسي، الحاجات بقى ايه اللي هي البسيطة. ماشي. ممكن الدقيق شوية كده ولا حاجة برضو، واروح جايبة دقيق واروح مثلا شايلاه حاجة في حاجة، بحيث ان انا ساعتها ما احسش ان الحاجة كتير عليا. لما بنزل مرة واحدة بجيب الحاجة بتصرف، يعني بتصرف. انا مش عارفة السنة دي الحاجة هتوصل معانا لكام، بس يعني ربنا يرحمنا بجد، والله الاسعار بقت اوفر قوي. بس انتي حاولي لو تقدري ان انتي تجيبي حاجة في حاجة في حاجة كده، يعني تلقطي اي حاجة، بجد مش هتحسي بموضوع الفلوس وكده. وده في اي حاجة، مش شرط في حاجة الكحك والبسكوت بس. بصوا بقى الحلاوة والجمال، الحوض فاضي والبوتاجاز نضيف وزي الفل، والمواعين المغسولة كلها مرصوصة على بعضها. يعني بصوا منظر يعشقه القلب بصراحة يعني. وخليت الرخامة كمان اهي نضيفة وزي الفل. عايزة اقول لكم بقى ان انا جبت الاستيكر بتاع الرخامة، جبت لون كده حلو ان شاء الله يعجبكم. مرضتش اجيب الابيض ده بقى تاني، بصراحة اتعقدت منه. يعني الابيض ده انا كنت هموت عليه، وكان بقالي سنين نفسي فيه، كنت بشوفه من سنين على النت وما كنتش بلاقيه. المهم ايه لما جبته اتعقدت منه بصراحة. الاسود كان حلو ما كانش وحش، بس الاسود بيتبهدل بسرعة، يعني اي حبة ردة، ابني بيقطع رغيف على المطبخ، مش عارفة ايه، اي حاجة بتبهدل الدنيا، بيبان فيه البهدلة بسرعة.
المهم انا بقى هنا كنت بفضي الحاجه اللي انا جبتها، قالبين الزبده هحطهم في الفريزر. الخضره ديت هغسلها واظبطها عشان خاطر ايه، اشيلها برضو في الفريزر، انا مش عايزاها النهارده. الطماطم دي جبتها جامده، لان انا عارفه ان اللي عندي في التلاجة خلاص بقى لها فتره طريت، فهشيلها بقى ديت اللي هتتعمل صلصه. واللي انا جايباها هنقي منها كام واحده كده برضو حمر كده وتراي، هعمل منهم الصلصه. والجامده بقى اشيلها في التلاجة، انا منقيه ما شاء الله جامده قوي. وفي كام واحده كده عجبوني حمر كده، قلت لا هاخدهم ايه للصلصه. كده خلاص اهو، فضيت كل حاجه. وده التوم اللي انا جايباه، كنت جايبه كيلو من كام يوم وجبت كيلو دلوقتي. آه بس مش هعمله دلوقتي، يعني شويه كده واعمله، هخلص بس اللي في ايدي. هنا الطماطم اهي اللي هي هتتسبك، بغسلها كده وبحطها يا سليمه يا بقطعها نصين اربعه، اي حاجه. وبحط معاها بق ميه وبولع عليها النار على يعني على حاجه بسيطه كده زي الشمعة. وبعد كده بضربها في الخلاط وبصفيها وبسبكها تاني. تبقى تقيله، انا بشيلها في الاكياس جاهزه، بطلعها على طشه التومه او او البصله، ما بتاخدش غير يا دوبك غلوتين على النار بس، ابقى مسهله على نفسي. هنا الخضره اهي كنت بنضفها، انا زي ما قلت لكم ان انا الخضره دي هشيلها في الفريزر. نفسي ان انا كل ما انزل اجيب بصراحه كام ربطه كده واغسلهم واقطعهم واشيلهم في الفريزر، بس يعني مش عارفه، بكسل بنسى، ما اعرفش. بس بجد بجد الخضره دي بتنفع، لان من دلوقتي ابتدت الخضره الربطه بتاعتها تقل، يعني ابتدت الربطه تقل خالص، ما بقاش فيها الربطه وغليت. فمش عارفة بقى لسه شوية كمان اما الصيف يخش علينا الربطة دي هتبقى يعني معدومة كده، فيها يعني عودين او ثلاثة ولا حاجة. فالمهم بقى هنا هعمل ايه، هعمل البانيه. انا النهاردة هعمل مكرونة سباكيتي وبانيه وسلطة. فهنا هعمل البانيه، بس مش هعمله النهاردة اللي هو البانيه اللي بالفيجيتار المقلي، هعمله بانيه مشوي. ماشي. وهنا كنت ناديت لآدم بقى، قلت له تعالى عشان ما فيش وقت، انا عايزه اقول لكم اليوم النهارده كان بيجري وما كانش فيه وقت خالص. قلت له تعالى معلش انت بقى فصص لي البلح عقبال ما انا اعمل ايه الخلطه بتاعه تتبيله البانيه. كنت انا غسلت البانيه كويس وقطعته، لان انا كنت جايبه الصدر على بعضه، يعني كنت قايله له وانا بجيب حاجتي باول الشهر، قلت له عايزه البانيه، عايزه الصدور كامله مش عايزه الصدور متقطعه، عشان لما اجي اعملها اعملها زي ما انا عايزه. فقطعتها كده وهي مجمده شويه عشان اعرف اقطعها. وغسلتها كويس وهو تبلتها، واحطها بقى في التلاجة، احطها في الفريزر حبة لان ما كانش فيه وقت على الفطار، احطها في الفريزر حبة وبعد كده انزلها في التلاجة. وهنا بقى البلح كان هو فصصه خلاص، انا بس بقسمه نصين كده بالسكينة، لقيت نفسي برضو مش هلحق، عايزة انجز في حاجات تانية. فقلت له تعالى يا ادم معلش كده اقسمه بالسكينة بس على مهلك، يعني عشان ايه السكينة برضو ما تعوروش، هو لسه بيبتدي يمسك السكينة واحدة واحدة، يعني مش برضو مش متعود على مسكة السكينة ولا كده، بس هو نفسه ان هو يعمل معايا حاجة. فقلت له تعالى اعمل انت بقى البلح كده اقسمه. هي البلحية منها طرية وبتلزق، بتخلي السكينة مش بتقطع قوي، فما يعني ايه كنت مطمنة برضو شوية ان هي مش هتروح جاية جري على صباعه. حطيت هنا بقى اللبن. معلش يا جماعة التليفون عمال يرن. عايزة اقول لكم اليوم كله التليفون ما كانش بيرن، مش عارفة والله. دلوقتي كل شوية يرن واحاول ان انا اكنسل اعمل ارد وارجع لكم تاني. فمعلش بقى سامحوني، بقيت مهمة في اللحظة دي. المهم هنا بقى ايه، قلت هعمل التوم. التوم يا جماعة انا ما بجيبوش اخضر كده خالص، يعني او لما بجيبه كده ببقى جايبة مثلا كام كيلو كده، ايام زمان بقى، ايام ما كان الكيلو معرفش الكيلو ب5 والكيلو ب3.5 وب4 والكلام ده. كنا بننزل نجيب كده كام كيلو كده على بعض ونعلقهم ونسيبهم لما ينشفوا. فانا جبت كيلو عامل 20. كيلو عامل 20. اللهم صل على النبي. ايه عايزه اعمله، يعني قلت اعمل كده وافرز برطمان. فعماله اقشر، بيتقشر من القشر كتير قوي، يعني بلاقي كتير قوي بتشال، اقشر الاقي يعني في الاخر الراس كلها ممكن تطلع على فتفتين صغنطتين في ايديا، فمش عارفه اعمل ايه، اسيبه لما ينشف ولا. بس انا قشرت كميه يعني حلوه، يعني انا جايبه 2 كيلو، كيلو في كيلو، فقشرت حبه حلوين، مش عارفه اعمل ايه. بس مش عارفة والله لسه عامل يعني أنا قشرت شوية معاكم دلوقتي،
بس ما عملتش فيه حاجة لسه، يعني لحد وانا بسجل لكم الصوت دلوقتي ما كنتش لسه عملت فيه حاجة. ماشي. المهم هنا هعمل بقى الصلصة بتاعت المكرونة. آه التوم بقى بصوا بحبه كده وهو متفرز، بحب اطلع كده اخد معلقة واعمل بقى براحتي. بزهق قوي من التفصيص ودق التوم بزهق بجد، الحركة دي بتخنقني، ما بحبش اقشر توم وادق توم واعمل والحوارات دي. فبستسهل قوي ان انا اعمل كمية كده واخليها بقى في الفريزر. بعمل برطمانات يعني واحطها في الفريزر. حطيها في برطمان ازاز على فكرة عادي ما بيتكسرش، يعني احسن حاجة احسن حاجة برطمان الازاز، مش هيتفاعل مع الاكل، البلاستيك بيتفاعل. المهم هنا كنت ايه بقى بعمل اهو، كانت دورة الغسيل خلصت اهي، طلعتها واحط بقى دورة تانية. وكانت لسه فريدة هتغير هدومها كمان واحطها واشوف كام غيار جوه برضو اروح حطاهم. انا بس كده سبتها تملى المية وفريدة عقبال ما تغير هدومها. واقطع اللي ورايا واشوف بعد كده اخش اشوف برضو ايه كام غيار كده احطهم فيها. المهم اقطع بقى السلطة كده عشان ايه احنا بنحب السلطة جدا 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 جدا. بس حمزة وفريدة مش قوي، يعني انا وادم. جوزي وحمزة وفريدة مش قوي، يعني بياكلوها بس مش قوي. فريدة ممكن نقعد نحايل فيها نقعد يعني. انا وادم اللي بنحب السلطة كتير، يعني نحب كده طبق السلطة يبقى كبير نقعد ناكل منه اكتر حاجة. ماشي. فهقطع بقى كده سلطة، حبة سلطة كده حلوين. تحسوا ان انا السلطة اللي بقطعها دي ممكن مثلا ان انا احطها في التلاجة ونكون بناخد كل يوم طبق ولا حاجة، لا 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 لا. هي البولة دي احنا بنقطعها بناكلها النهاردة. يعني هي السلطة عندنا عشق بصراحة. بحب السلطة جدا وببقى فرحانة جدا لما بيبقى عندي حاجة السلطة على طول في التلاجة، يعني ببقى مبسوطة جدا لما ما افتح التلاجة الاقي عندي جزر خيار طماطم كابوتشا مثلا يعني بحب فلفل الوان الحاجات دي، بحب ان انا يبقى عندي حاجة ال- السلطة على طول. بصراحة بتبقى حلوة قوي، هي سلطة حلوة جنب اي اكل حلوة بصراحة. المهم كده خلصت السلطة معاكم في ثواني. شفتوا انا سريعة ازاي؟ حطولي لايك بقى عشان انا سريعة جدا جدا جدا، حطولي لايك بعد اذنكم. ماشي. شايفاكي اللي ما حطيتيش لايك حطي لايك بعد اذنك. المهم هنا بقى هشوح الفراخ. ببقى مسخنة الطاسة قوي وبنزل بيها كده من غير ولا زيت ولا زيت ولا زبدة ولا اي حاجة خالص. بروح حطاها كده وبقعد اوسع بقى لنفسي في المكان كده وازنق واحط تاني لحد ما احط الكمية كلها. عشان ايه؟ هي كده كده بتكش، بس ما تستنيش لما تستوي وترجعي تنزلي بالني على المستوي. يعني كده بيبقاش صحي، مش يعني غلط بيعمل اسمها ايه سالمونيلا ولا بيعمل مش فاكرة الحاجات اللي بتتعمل مع الني، الاكل الني مع الاكل المستوي مع اللحوم الحاجات دي نسيت، والله نسيت الحاجات دي من زمان. نسيتها خالص. بس يعني عموما الاكل ما ينفعش تبقي بتقلي مثلا بانيه ولا بتقلي كبده ولا بتقلي حاجه وتكون خلاص داخله في سوا وتبتدي تحطي جنبها حته نيه مثلا، لان ان بقى في مكان واسع، ان في مكان لان الحاجه بتكش. فكده غلط جدا 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 جدا. يعني بصي انت كده يعني بتجيبي المرض لنفسك ولعيالك بجد. فما تعمليش كده خالص، انت حاولي تزنقي فيهم وهم نيين، وهم لما يستووا هيكشوا وهيقربوا على بعض. يا اما تصبري بقى وتحطي على مرتين او على 3، انما ما تحطيش ني ابدا ابدا مع حاجة خلاص دخلت في السوا او استوت. المهم هنا بقى نحط البلح. بصوا انا بعمل الكوبايات انصاص كده، مش بحط كوبايات كاملة. وكمان مش بناكلها كلها قبل الفطار لان انا عندي عيالي من النوع اللي ما شاء الله عليهم يشموا، بس يشموا ريحة اي حاجة كده يشبعوا على طول. فان هم ياكلوا بس المعلقتين كده من البلح. الاطباق بتتبقى، عايزه اقول لكم الاطباق اتبقت، والله العظيم الاطباق اتبقت. وبقيت والفراخ كمان، وبقيت عماله احاول فيهم. واللي هو مش تاخدوا فلوس تنزلوا تجيبوا حاجة الا لما تاكلوا. ومن هنا لهنا قعدوا يزنوا، المهم اديتهم برضو جابوا حاجة حلوة. وبرضو الاكل ما اتاكلش وقالوا لي هناكل كمان شوية يا ماما، والاكل برضو ما اتاكلش. انا الوحيدة اللي خلصت طبقي، كنت جعانة جدا. كنت جعانة جدا. والفراخ بقى والصوص اللي نازل منها ده عايزة اقول لكم خطير خطير خطير. المهم حطيلي لايك بقى كده وتعالوا بقى روحوا معايا النادي. احنا هنا
كنا ركبنا خلاص وطلعنا زي ما انتم متعودين كده بقى ما بصورش معاكم بقى عندنا في المنطقة والزحمة والدوشة والميكروباصات والمواصلات والحاجات دي. بصور معاكم خلاص بقى بعد ما بنكون طلعنا كمان من على الكورنيش وماشيين على الكوبري في الروقان كده بقى والهوا والطراوة بقى والحاجات دي. بصوا هنا فريدة كانت عمالة تعطس. الجو كان هوا جامد قوي، مش عارفة الجو اليومين دول قلب ليه كده، قلبة جامدة قوي. هنا بقى كنا رايحين اهو، بصور لكم كده دايما بجيب لكم البرج وبجيب لكم الكوبري والنيل والمنظر بقى الجميل هنا. بصوا كان في حد مهم بقى معدي، كانوا موقفين لنا الكورنيش. طولنا قوي فيه ومفضيين الدنيا خالص. ففي الوقت ده سمعت بقى صوت الكلاكسات والحاجات وكده، بلف لقيت بقى العربيات اللي هي السودة الكتيرة قوي دي، اللي لما بيبقى شخص مهم كده معدي، وموتوسيكلات بقى شرطة حواليه وحاجات كانوا معديين بقى في الوقت ده. هنا بقى كنا هو ماشيين بنتمشى، هي بتاكل الدوريتوس وانا كنت باكل شيتوس حرنار بحبه جدا. وكنا بقى ايه رايحين على النادي. بصوا اعلانات مسلسلات رمضان. متابعين ايه في المسلسلات السنة دي؟ يعني قولوا لي تابعتوا مسلسل ايه، او ايه المسلسل اللي شدكوا، ايه اللي حلو السنة دي؟ بصوا انا ما تابعتش حاجة السنة دي اول كام يوم، بس ايه احنا واحنا بنفطر العيال بيبقوا مشغلين رامز ده اساسي خلاص بقى على الفطار. بيبقوا قاعدين بيتفرجوا على رامز. فبعد ما رامز ما بيخلص على طول، لو انا اليوم ده مش نازله عندي تمرين فبيروح يشتغل العتاولة. لو عندي تمرين طبعا بنزل ما بشوفش حاجة. فشفت منه كام حلقة، بصراحة حلو، عجبني حلو كده يعني، فعجبني فاتفرجت عليه، فبقيت بقى ايه بتابعه. ما شفتش اول كام حلقة منه بس بشوفهم يعني، بس ايه هو اللي انا متابعاه دلوقتي هو العتاولة والمداح طبعا اساسي، عشان انا متابعاه من اول موسم. ف متابعة المداح. اول كام حلقة برضو فاتوني لان اول كام يوم في رمضان ما كنتش بتابع حاجة خالص، ف تابعته بقى بعد كده. وبرضه هبقى اشوف ان شاء الله الحلقات اللي فاتتني. هنا بقى كنا دخلنا النادي خلاص اهو، كنت عمالة اقول لها يا ستي ابوس رجلك مدي، يا ستي ابوس رجلك مدي، طب مدي واصورك، بصي مدي عشان اصورك، مدي يلا عشان هصورك يا فريدة. طلعت عيني مش عايزة تمد. يا بنتي متأخرين على التمرين، يا بنتي متأخرين التمرين ميعاده 8. وانا وهي في الوقت ده كنا ماشيين كانت الساعة 8:15 او 8:30. ويعني هنروح بقى هنروح امتى يا جدعان؟ هنروح امتى وهنخلص امتى؟ يعني احنا هنلحق نتمرن ايه؟ المهم هنا بقى كانت دخلت خلاص اهو التمرين ماشي، وكانت بتتمرن اهي. قولولي شايفينها اهي، بزوم لكم عليها، شايفينها الاخت اللي هناك دي عمالة تعمل لي ها هي هو. هي اللي هناك دي شايفينها. عايزه اقول لكم انا اصلا بقعد اتفرج عليها من بره، ما بخشش جوه. بره الجو تلج اصلا بس بفضل قاعده يعني بره مع اصحابي وكده. فلقيتها خارجه لي بتعيط وماسكه عينيها وعينيها عماله تجيب ميه كده. في ايه يا فريده؟ يا ماما الولد اللي بيلعب قصادي اتداري برجله في عينيا وتعيط. فروحت داخله معايا. دخلتها قلت لها معلش وكده ودخلتها، وقعدت بقى لقيت الجو جوه دفى وجميل وانا بدخلها، فرحت قاعده جوه بقى ما خرجتش تاني. كانت هنا بتتمرن اهي. بصوا شايفينها مين اللي شايفها اهي؟ بصوا هي البنوتة اليتيمة اللي في وسط الصبيان دي. مش عارفة حظها النهاردة جه هنا وجه مع الولد ده، يعني الولد ده شقي جدا جدا جدا. بصوا اهي. هنا بقى ايه كابتن قال لها مش هو اداكي برجله في عينيكي، انتي بقى بكل القوة اللي انتي فيها اديله على الميت، اضربي على الميت بعزم ما فيكي. بقيت عمالة اقول لها يلا خليكي قوية خليكي قوية. هنا بقى كانوا بيشتغلوا من غير ميت. كده عمالة تضحك وهي عمالة تاخد حقها منه. بصوا هو بيديها شوية بتديله شوية. كنت قاعدة عمالة اضحك. كل شوية يقول لها ايه، يقول لها خلاص كده دورك خلص، تقول له لا لسه. هو قال لهم انتي اضربي 10 وهو يضرب 10، كل شوية يقول لها خلاص دورك خلص. تقول له لسه. هي المفروض يعني ايه تدي عند بطنه ما تديش جامد، بس هي مش بتعرف تتحكم في رجليها وان هي ما تضربش جامد، بس كانوا بيهزروا يعني.
المهم بقى هنا كنا خلاص خلصنا تمرين وروحنا. كنت عايزة اغير الخلاط دوت او القنطرة ديت، قالوا لي اسمها قنطرة. لان انا كنت حطاها مؤقت زي ما قلت لكم ساعتها، وقلت لكم ان انا ان شاء الله هبقى اجيب واحدة طويلة كده ومظبوطة بقى عشان ايه اعرف اغسل بيها المواعين وكده. فالمهم بقى جبت ديت وانا جاية، قعدت اسأل كتير وادور واعمل، يعني عايزة حاجة اطول، حاجة يعني اطول ما تكون، عشان خاطر ما تكونش قصيرة. انا اتعقدت من القصيرة، انتوا زي ما انتوا عارفين بقى، انا بصوا ما صدقت قلبت الخلاط عشان خاطر ايه الدنيا تطول كده وتبقى حلوة معايا كده ومريحة وفي براح. المهم كده بقى قعدت احاول ان انا اركبها. فكيت التانية وركبت ديت، احنا ما شاء الله علينا يعني احنا 7 صنايع يعني. ها المهم ركبتها هنا خلاص اهو. قرت عليها كده حلو، بس لما يجي جوزي برضه اخليه يقرط لي عليها اكتر، يعني ايه هو يقرط عليها تبقى في الامان اكتر. ماشي اهو. بصوا بقى، حطوا لي لايك بقى عشان التركيبه الحلوه دي. بصوا اجدعها سباك، بصوا سباك سباك في نفسي. يلا حطوا لي لايك بقى، واكتبوا لي كومنتات كده حلوه زيكم، وان شاء الله باذن الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي.